السلام عليكم. رجعنا لكم بعد غياب وهنتكلم مع بعض النهارده حالة من حالات البوتاسين اللي جات لنا في الصيدلية. جات لي حالة وبتشتكي من مغص عادي، قالت لي أنا عندي مغص. طبعا سألتها بعض الأسئلة اكتشفت إن عندها قولون عصبي irritable bowel syndrome. طب أنا عرفت إزاي إن عندها قولون؟ لازم نسألها بعض الأسئلة. أول سؤال معانا، قلت لها المغص ده معاه انتفاخ؟ قالت لي أيوه معاه انتفاخ. طب المغص ده مكانه فين؟ شاور عليه. قالت لي في بطني كده كلها بالظبط، بطني كلها زي الكركبه كده. تمام. قالت لي كمان انها مش قادره تاخد نفسها. قلت لها طب انت لما تيجي تاكل بتبقى قادره تاكل ولا لا؟ قالت لي بيبقى قدامي الاكل ومش قادر اكل. طب قلت لها في امساك ولا اسهال؟ قالت لي ايوه في امساك، مره امساك ومره اسهال. تمام كده. طبعا كمان قلنا اللي هو بيبقى معاه انتفاخ وانها مش قادره تاخد نفسها. فاحنا هنبدا بقى نعالج المشكله دي ازاي. اول حاجه معانا هنبدا ندي حاجه زي الكوليفيرين قراص. معانا والله هو ممكن افضلهم، يعني هو في كذا نوع. ندي اللي هو الكوليفيرين دي، ده بيكون مصحوب بايه؟ بانتفاخ. تمام. عندنا اول حاجه قلنا الكوليفيرين دي، ده بيتاخد قرص 3 مرات في اليوم قبل الاكل كده بربع ساعه. تاني حاجه هنعالج مشكله الاكل، هي مش قادره تاكل وفي مغص، نبدا ندي حاجه تعالج المغص وتعالج عصب الهضم اللي عندها وتفتح نفسها على الاكل. ده بيكون موجود في الاسباز موديجستين قراص. ده بيتاخد قرص 3 مرات في اليوم، يا اما قبل الاكل يا اما في وسط الاكل. تمام. هنبدا نعالج الانتفاخ، ندي حاجه زي الكربون وده بيتاخد قرص 3 مرات في اليوم قبل الاكل. هنبدا بقى نعالج اخر حاجه معانا، مشكله اللي هو الامساك او الاسهال. الامساك ده بيكون افضل حاجه نديها حاجه زي الدوكلاك شرب، وطبعا مش متوفره حاليا. ممكن ندي في مكانها حاجه زي النار. النار دي بتكون عباره عن 20 نقطه بنحطها على نص كوبايه ميه وتتاخد عند اللزوم او 3 مرات في اليوم لو الامساك شديد. ده بيكون موجود في حاجتين، حاجه اسمها البيكولاكسونات وحاجه اسمها باولوكير نار. ممكن ندي قراص لو حد عايز قراص ومش بيحب النار، حاجه موجوده اسمها لاكزيول دي او حاجه اسمها مينا لاكس قراص. وده بيتاخد يا اما قرص 3 مرات في اليوم يا اما قرصين مع بعض مساء قبل النوم. لو في اسهال ده هنبدا ندي حاجه للاسهال زي النانازوكسيد، وده بيكون افضلهم. النانازوكسيد ده قرص مرتين في اليوم الصبح وليل لمده 3 ايام، هو شريط واحد كفايه وخلاص. طب لو ممكن ندي حاجه تانيه للاسهال بدل النانازوكسيد، حاجه زي الانتونال او الاستريبتوكين. ده مغص واسهال مع بعض. تمام كده. كده احنا عالجنا المشكله. طولت عليكم واتمنى تكونوا استفدتوا. وما تنساش فولو وشير ولايك عشان يوصل للجميع والكل يستفاد. وشكرا ليكم واشوفكم في الفيديو الجاي وسلام.